بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هتكلم عن الموضوع اللي شاغل الرأي العام كله، وهو زيادة أسعار البترول. علامتين استفهام هما اللي شاغليننا كلنا، وأنا واحد من الناس. إزاي يطلع رئيس الوزراء يحدد الزيادة وكمان الشرائع بتاعة الزيادة، وقبلها بساعتين وزير البترول نفسه قال إن مفيش زيادة؟ دي أول علامة استفهام. تاني علامة استفهام، مين اختار التوقيت ده بالذات إن أنت تنزل أسعار زي دي وأنت عارف إن هي هتعمل بلبلة في الشارع؟ ان انت قبل 30 يونيو الذكرى اللي احنا بنستناها وكنا بننزل ونحتفل بيها في الشارع، اللي هي تعادل ذكرى نصر اكتوبر. دي علامة الاستفهام التانية. زي الزيادة اللي فاتت ما حصلت، انا برضو سألت سؤال: هل قبل الزيادة دي ما تنزل شغال المحافظين والوحدات المحلية ان انت انزل وحدد الاسعار والشرائع بتاعة الزيادة بتاعتك؟ بالنسبة للناس اللي هتنقل خضار وفاكهة، هتبقى الزيادة بتاعة النقل كام؟ او التوك توك والمواصلات هتبقى الزياده كام؟ فما يبقاش في مواطن فريسه لسواق تاكسي او سواق ميكروباص او سواق توك توك. في حد نزل وحدد الشرايح دي؟ انت لما نزلت الزياده كل اللي اتفهم ان انت بتشيل زياده اللتر لكل شخص هيركب العربيه او كل شخص هيركب الميكروباص. هو المفهوم كده. لان انت النهارده برضو انت لما بتزود في اسعار زي دي فبيكون رد السواق عليك: شوف العمره بقت بكام، شوف السمكرة بقت بكام وهتبقى بكام. فهو بيعوضها من هنا، حتى لو هو مقتنع ان زيادة اللتر طول فترة شغله طول اليوم ممكن بعربية واحدة هيلمها، لكن هو بيسيب ان الزيادة دي كلها على العربية طول النهار علشان يقنع نفسه ان العربية لو وقفت فهيروح للسمكرة هيغلى عليه، ويروح لبتاع الميكانيكا هيغلى عليه. دي نقطة. بالنسبة لاستغلال أسعار الدواء في الصيدليات اللي بتبيع سعر قديم، وفي صيدلية بعدها بتبيع بسعر جديد، واللي شطب على السعر القديم وبيبيع بالسعر الجديد، مين اللي بيراقب على دول؟ مين اللي بيراقب على أصحاب مراكز الأشعة اللي زود الضعف؟ مين اللي بيراقب على بتوع الدروس الخصوصية اللي زود الضعف؟ مين اللي بيراقب على الدكاترة في عياداتهم الخاصة اللي زود الضعف؟ مين بيراقب دول؟ المواطن اللي صبر ومستحمل وبيتكلم على أمن البلد وإن البلد تقوم، المواطن ده هو نفسه المواطن اللي بيزيد عليه الضعف وما بيقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل. مش في اللي حدد الزيادة بس، لا ده هيقول كمان حسبي الله ونعم الوكيل في صاحب المكان اللي هو رايح له، سواء دكتور أو سواء بتاع دروس خصوصية أو سواء جزار أو بتاع فاكهة وخضار. المواطن الغلبان اللي صابر وبيقول البلد تقوم هو اللي مستحمل، على الرغم من اللي بيشتكي أصحاب الصيدليات والدكاترة والمهندسين والناس اللي بالفعل فاتحين مشاريع بيشتكوا أكتر من الراجل الغلبان. دي نقطة. نقطة تانية، فين مبدأ الشفافية في إن أنت تعلن لي عن إنه وزير المرتشي حكمته بكذا أو عقوبته هتبقى كذا؟ فين القوانين اللي هتردع الناس اللي بتخطف الأطفال وبتبيع أعضائهم وانتشرت بشكل موحش، اغتصابات وخطف وقتل وبيع اعضاء؟ فين القوانين الرادعه لدول ان انت من اول ما تمسك واحد وتثبت عليه التهمه بعدها ب3 ايام بالظبط يكون حكم الاعدام صدر فيه؟ على فكره احنا المواجع اللي جوانا مش بس ان احنا بنتكلم على زياده اسعار، احنا كمان بنتكلم على ان في حاجه مخليه في فجوه بين المسؤول وبين المواطن، ان انا لازم اشوف فيه عداله على الارض. ان انا لما اتهان واتبهدل واتخطف مني عيل ويموت اشوف اللي خطفه ده تم فيه ايه. العداله دي اللي بتصبرني بغض النظر عن زياده الاسعار، لان دي لها سكه ثانيه. على فكره انا عارف ان في اجراءات اصلاح اقتصادي لابد منها هتتم في خلال ال5 سنين على مراحل معينه، وانا عارف ومتاكد من كلنا عارفين، وهنستحملها كلنا باي شكل من الاشكال، لان كان لابد منها من خلال 30 سنه. 30 سنة اللي فاتوا كان لابد الإجراءات دي تتم. ما كناش اتصدمنا النهاردة وفي خلال 4 سنين بنبص نلاقي الحاجة بتزيد 4-5 مرات. أنا متأكد من ده مليون في المية. ومش هزايد على الرئيس السيسي اللي بياخد إجراءات صعبة في وقت صعب وبيغامر بشعبيته على حساب إن بتتم حاجة زي دي. كلنا احنا متأكدين ولازم كلنا هندفع الضريبة، بس لازم أحسب إن في وضع ملموس على الأرض. اي نعم يا سيادة الرئيس انت بتزود المعاشات، اي نعم يا سيادة الرئيس انت بتزود مرتبات، اي نعم يا سيادة الرئيس انت بتزود الحاجات دي، ولكن صدقني دي عاملة زي بير غويط. انت بتزود من هنا وبيتاخد من مكانها هنا. زودت المعاشات بتتاخد في الزيادة على الخضار والفاكهة والمواصلات،
زودت المرتبات على نفس القصة. يا سيادة الرئيس، الفكرة مش ان انت تخفف الدعم وتزود دعم، زي ما خففت دعم على البترول بتزود الدعم على السلع. الموضوع مش كده. الموضوع ان الدولة دي كان المفروض تقفل على نفسها 4 سنين، ناخد ال 30-40 مليون اللي قاعدين على القهاوي وقاعدين بالخمس 6 ساعات ما بيعملوش حاجة. الدولة دي كان لازم تنتج. الدولة دي كان لازم يتفتح لها مصانع. المصانع اللي قفلت مش يتفتح لها مصانع جديدة. الجديد انا فاهم ومتأكد مليون في المية ان كان لازم يتفتح، بس المصانع القديمة كان لازم تشتغل، كان لازم يجي لها قطع غيار وتشتغل. زي ما رممنا الكهرباء ورممنا البترول ورممنا غيره وغيره، كان لازم المصانع المقفولة تشتغل. كنا ناخد الناس اللي قاعدة على القهاوي دي تشتغل، نعمل لها مشاريع. اللي ما اتعلمش حرفة يتعلمها في 6 شهور بحد اقصى سنة، وينتج ونصدر السلع دي وتفتح لنا اسواق بره، في خزف وفي صيني وفي ارابيسك وفي سجاد. الصناعات اليدوية اللي الغرب بيتجنن عليها، كان لازم نعلمها للشباب اللي قاعد على القهوة، بدل الشباب اللي قاعد على القهوة ما بيجيب موبايلات تاتش ويقعد يشتم فيك ويشتم في الحكومة ويشتم في نفسه، وفي الاخر باقة النت مامته اللي بتدفعها له او ابوه اللي شغاله شقيان وبيسب ويلعن في المواصلات عشان يجيب له الشيلن فيدفعه له في باقة النت. كان لازم الناس دي تقوم من على القهوة وتتقفل القهاوي دي في خلال ال4 سنين. بعد كده لما نحس برغد الحياة نفتحها تاني. سيادة الرئيس والمسؤولين في الدولة، أنا عارف ومتأكد مليون في المية إن الدولة دي ما شافتش يوم كويس تحكي بيه. أنا متأكد إن الدولة دي من أيام ما قامت وهي مسروقة ثرواتها ومنهوبة من الناس اللي ما عندهاش ضمير، الناس اللي مش حاسة بحد، كل اللي يهمه إن هو بس يظبط الكام مليار فياخد قصادهم أراضي، فيعمل حاجة إن هو بيشغل ناس وما بيشغلش ناس، هو بيكوش وبيهرب. اللي يروح ياخد جزيرة في قبرص واللي يروح على الإمارات وغيره وغيره. سيادة الرئيس والمسؤولين في الدولة، البلد دي ما كانتش جنة والنهاردة بقت الصومال. الدولة دي من يوم ما ربنا خلقها وهي في اللي هي فيه، يومين كويسين ومعاناة يومين. احنا لازم هنقف مع بعض ايدينا في ايد بعض، بس يا سيادة الرئيس لازم يبقى فيه شغل اكتر من كده. انت مش لوحدك هتشتغل. حرك المحافظين وحرك الوزراء، واللي ما يقدرش يشيل يقعد في بيته، خلوهم ينزلوا على ارض الواقع. سيادة الرئيس، انا كنت اتمنى في خلال ال4 سنين دول ما اشوفش وزير ببدلة، ما اشوفش محافظ ببدلة، ما اشوفش رئيس او وزير بتشريفة، ما اشوفش محافظ بتشريفة. كنت احب ان انا اشوف خلال ال4 سنين دي زيارات مفاجئة لاماكن الشغل، اشوف على ارض الواقع الفساد بعيني، اشوف الدكاترة والمدرسين اللي بتهرب علشان تروح تدي دروس خصوصية، اسيب الناس اللي المفروض ان هي بتروح مكان شغلها وتطلع تشتغل على تاكسي عشان يحسن دخله، ومع ذلك بياخد مرتب الوظيفة. ومش كده وبس، وبيسب وبيلعن فيك عشان مرتبه مش مكفيه فبيطلع يشتغل تاني. سيادة الرئيس، انا كنت اتمنى في خلال ال4 سنين دي ما اشوفش موظف جنبي اخوان ولسه محسوب على جماعة الاخوان المسلمين بيسب ويلعن فيك، ولما تحصل اي مشكلة يقول لي مش ده اللي انت اخترته. انا كنت اتمنى خلال ال4 سنين دي تتطهر مؤسسات الدولة من الاخوان اللي هم بيوقفوا مصالح الناس النهاردة. سيادة الرئيس، الحمل تقيل مش عليك لوحدك، علينا احنا كمان، واحنا بندفع الضريبة وهندفعها كمان وكمان، لان زي ما قلت لك الدولة دي ما شافتش يوم تحكي بيه، واحنا واخدين على كده. يا رب الفيديو ده يوصلك، ويا رب علامات الاستفهام اللي قلتها في اول الفيديو تكون وصلت للناس اللي بياخد قرار وبيرجع فيه، واللي بيتاخد من وراه قرار وهو مش حاسس بيه، ووقت نزول القرار كمان. ده اللي مزعلنا مش اكتر. السلام عليكم.